امبارح عزيزي الاهلاوي كان في ماتش بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في الكره الطايره. وطبعا النادي الاهلي كسب طبعا، عامل ماتش عالمي ومبروك مكسب النادي الاهلي. اللي قاعد في نادي الزمالك اسمه تقريبا مصطفى، مش فاكر اسمه مصطفى المهم يعني اسمه مصطفى حاجه يعني. اللاعب دوت عامل اشاره قذره لجمهور النادي الاهلي، عامل له شاور لهم اشاره بايده كده كده، انتوا فاهمين انا اقصد ايه. اشاره قذره ما يعملهاش واحد بيلعب رياضه، سواء بقى اي رياضه، طايره، قدم، سله، اي حاجه. والمفروض ان هو يبقى عنده روح رياضيه، ما ينفعش يعمل كده. وخاصه ان جمهور النادي الاهلي ولا غلط في حد ولا عامل اي حاجه، جمهور النادي الاهلي بيشجع عادي. فانك تعمل كده انت لاعب قذر وما يستحقش انك تلعب رياضه اصلا، اي رياضه. واتحاد الكره الطايره لحد الان لسه ما طلعش عقوبه. هل بقى الاتحاد هيطلع عقوبه ولا لا؟ او هيعمل نفسه نايم في العسل؟ او ده طبيعي الفتره الحاليه ان اي اتحاد مش بيرضى يطلع عقوبه غير بعد يومين ثلاثه اما يشوف بقى الناس رد الفعل، الناس هتتكلم، الناس اخدت بالها بقى من الحركه ولا لا، او من الموقف ولا لا. فالاتحاد بيستنى الناس اخدت بالها يطلع عقوبه، اللي الناس ما اخدتش ومحدش يتكلم بيعدي الدنيا ولا اي حاجه تحصل. فالمفروض اقل عقوبه في العاب الصالات والحاجات دي يعني شطب من الرياضه خالص، وهو يمارس الكره الطايره تاني. ده المفروض يعني. هنشوف الاتحاد هيصدر عقوبه ايه ولا مش هيصدر اصلا، الله اعلم. فدينا مستنيين.